لو رحت أوروبا أو أمريكا هتلقى الموضوع غريب في الحمامات، حتى أكثرها ما فيها شطافة. ده لأن العادة والثقافة هناك مختلف، والناس بيستخدموا ورق التواليت أكثر من الشطاف. النظافة هناك مبنية على طرق تانية زي التطهير والتنظيف باستخدام مناديل ومعقمات. النظام الصحي والمواسير في أوروبا وأمريكا مختلف، وده بيخلي تركيب الشطافة أكثر تعقيدا. بعض المكانات الفخمة أو الحديثة فيها مراحض بشطافة مضمون، لكنها لسه مش شائعة كثير. الفرق بين المطابخ هناك كمان ما بيستخدموش كتير المياه للتنظيف بعد زي ما بنشتغل نحن. كل بلد لها عاداته وتقاليده في الحياة اليومية، والنظافة مش مرتبطة بشطافة واحدة. في أوروبا وأمريكا بيركزوا على التطهير وتنظيف المساحات بدقة بدل الورق والمياه. فكروا كده، إزاي نقدر نستفيد من تجاربهم ونطور من نفسنا والثقافة بالتدريب؟ أكيد الحياة في المدن المختلفة بيكون لها نظرات وطرق جديدة للتنظيف والرعاية، فهذا الموضوع يفتح أبواب حوار كبير عن الفروق بين الثقافات وكيف نتأقلم معها. يمكن تكون نظرة جديدة لكل واحد منا عن أهمية النظافة وطرقها المختلفة. في بعض الدول النظافة مبنية على توازن بين التقليد والتقنية، وده بيخلي الشطافة مش ضروري. كما أن استخدام ورق التواليت بيعتبر مراح وسهولة للكثير، وده بيخليهم يحبوه أكثر. كل شخص ورأيه في النظافة، وده ما بيخلي الحقيقة واحدة بل متغيرة حسب الثقافة والمجتمع. في أخير، النظافة ما بتكونش مرتبطة بأداة واحد، بل بيكون لها أكثر من طريق، والمهم إن الإنسان يحسب الراحة والنظافة في تجربته الشخصية.